بعد أولمبياد باريس صارت أكثر من علامة استفهام على العديد من اللاعبين. هسه قد يكون غياب إبراهيم بايش لأن عنده توقيع والتزام مع الفريق السعودي، أما غياب بشار رسن قد يكون غياب حقيقي للالتزام مع مثلا القوة الجوية. استبعاد بشار رسن وإبراهيم بايش، شلون تشوف هذه؟ كابتن من ضمن التفاصيل قلت لك الاستاف على تواصل تام مع صار تراجع بأداء اللاعبين؟ ما اريد نقول تراجع لانه المدرب هو عنده تصور كامل عن امكانيات اللاعبين. هسه انا وياك ممكن نختلف، نقول كابتن بسام هذا مستوى صعد، هذا ادنى اقل، ممكن هذه الامور نختلف بها، لكن الصوره واضحه اكثر عند كاساس مع الاستاف ماله. كل نعرف احنا كمتابعين انه للجهاز الفني الكاساس بتواصل تام مع اغلب اللاعبين المنتخبات الوطنيه، يعني مو فقط اللي يستدعاهم، حتى اللاعبين اللي ممكن للمستقبل نشوفه بتواصل معاهم ومشخص اخطائهم وتواصل. فلذلك اقول الرؤيه احنا ما عندنا واضحه، الرؤيه عند كاساس لانه عنده ستاف، واعتقد هذا الستاف يعمل بشكل رائع جدا. يعني اشوف انا يتواصل ويا اغلب اللاعبين حتى بعد المباراه، بعد الاداء، بعد يشخص له الاخطاء، يشخص له التفاصيل، وانا اعتقد هذه من الامور اللي ايجابيه جدا انه تعطي الكاساس مساحه بالدرايه عن امكانيات اللاعبين حول استدعائهم للمنتخب الوطني. كابتن بسام. طبعا اكيد اليوم البيانات مهمه. خلينا نبدا من بشار.